السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي هقول لك ده حقيقة وانتم متعودين مني على الحقيقة. تخيل يجي يوم من الأيام ومجلس إدارة نادي الزمالك يفكر في تجميد نشاطه. أيوه بتقول يا أسقس، والله العظيم نادي الزمالك من قلة الموارد وسحب الأرض بيفكر في تجميد نشاطه. نادي حكومي، نادي بيصدر في جميع الألعاب الرياضية لعيبة تمثل مصر وتمثل منتخب مصر في جميع الألعاب الرياضية. يوصل بيه الحال اللي هو يفكر يجمد النشاط. لازم تدخل، لازم الوزارة تدخل، لازم الناس كلها تدخل على المسؤول عن الرياضة. كل واحد مسؤول عن الرياضة لازم يعرف ان نادي الزمالك يمتلك شعبية وبطولات على مر تاريخه 112 سنة و115 سنة 114 سنة. احسبها زي ما انت عايز، معدي المئوية وخلاص، احسبها زي ما انت عايز. هل يعقل ان مجلس ادارته يفكر في تجميد النشاط؟ ارجو تدخل يا جماعة. لا مش هينفع يا جماعة الكلام ده بجد، مش هينفع. يعني ايه نادي ما فيهوش فلوس في جميع الالعاب ويفكر يجمد نشاطه؟ انا بناشد المسؤولين، ما املكش غير اناشد المسؤولين، يعني كلنا يعني المفروض كلنا نعمل كده. يعني بيحب نادي الزمالك، يعني بيحصل ده حاجه خطر على الرياضه المصريه، مش على الزمالك بس يعني.